5 لقطات مالهمش دعوه بالكره خالص كسبوا الزمالك بيراميدز، والاخيره ستبهرك والله العظيم ستبهرك. اول لقطه الجرينتا بتاعت حسام عبد المجيد انه يحط دماغه في الكوره على الارض، والكوره دي كانت ممكن تبوظ له وشه وتبوظ له الموسم الاحترافي اللي هو مستنيه اصلا، ولكن كل ده ما هموش، همه ان الزمالك يكسب الماتش. اللقطه الثانيه لمحمود الونش وهو بيموت نفسه عشان يوقف سباق السرعه اللي ما بينه وما بين فيستون مايلي ويعمل تاكلينج عالمي، وشوف الروح بقى بتاعت محمود الونش. اللقطه الثالثه لاخوان بيزيرا والتزامه مع محمد حمدي لحد رايت الكورنر وبيقفل عليه ما يخليهوش يعمل عرضيه، واللي بعدها برده كان حلو. شوف هنا الحماس بتاع بيزيرا في اخر كام دقيقه في الماتش وهو بيشجع نفسه وبيشجع الجماهير. اللقطه الرابعه محمد الشيبي هرب من ظهر شيكوبانزا في اخر دقيقه بالظبط في الماتش، وبقى الشيبي والفخوري الاتنين على احمد فتوح، عشان شيكوبانزا اللي احنا ما نعرفش عنه اي التزام من ساعه ما جه الزمالك ضرب سبرنت في اخر دقيقه عشان يقفل العرضيه وما يخليش العرضيه بتاع بيراميدز فرصه خطيره. اما بقى اللقطه الاخيره اللي قلت لك هتبهرك وان شاء الله هتبهرك، الكره دي كانت كورنر لنادي الزمالك واللي كان بيلعبه عبد الله السعيد. بيراميدز خرج بالكوره وفي محاوله المرتده رهيبه، المرتدات اللي بتجيب اجوان. عبد الله السعيد زي ما انت شايف كده لسه واقف ورا، لسه بيدرس الموقف عامل ازاي، لكن لما لقى لعيبه بيراميدز خرجت بالكوره من غير ما لعيبه الزمالك تعمل معاهم فاول، هنا عبد الله السعيد حس بالخطر وبدا يجري. انا عايزك تتفرج على اللعيب اللي عنده 41 سنه بيجري يضرب سبرنت من الجون للجون، عشان زي ما انت شايف كده فرصة هدف محقق لبيراميدز، 4 لعيبة على 2 لاعيبة من الزمالك. لكن الكلام ده قبل ما عبد الله السعيد ينهي الفيلم ده خالص بفاول تكتيكي من لعيب تكتيكي وخبرة ما جاش زيه تاني في مصر.